أنا وأختي نحب نفس الشاب، بس المشكلة أختي ما تعرف إنه أنا أعرف هي تحبه. أنا اسمي سما وهاي قصتي. قبل ما أبلش القصة لازم تعرفون إنه كل القصص اللي أحكيها بصوتي أنا أمجد الهلالي هي للعبرة فقط وليست لنشر الفساد، وكل القصص تنشر على قناتي باليوتيوب كاملة، والأسماء اللي بالقصة هذه غيرتها حسب طلب صاحب القصة. كنت طول عمري أباوع على أختي وهي تكبر قدامي، وكنت فرحانة بجمالها، إلى أن صرنا اثنين اللي يشوفنا يقول نفس العمر. أنا عايشة ويا أمي وأخويا وأختي، وأبويا منفصل من أمي صار له تقريبا أكثر من 10 سنين. يعني أنا وأختي ما شفنا حنية الأب، بالرغم من أن أمي ما كانت مقصرة ويانا وما حسستنا أبد بنقص وما خلتنا نحتاج أي أحد. كانوا دائما قرايبنا يجون علينا بيهم شباب وبيهم بنات، بس كون أنه إحنا اثنين بنات على باب زواج كانوا يجون الشباب أكثر. وصراحة أنا كنت كلش متضايقة من هاي الحالة، لأن أشوف أختي كلش فقيرة وما تعرف تتصرف وياهم، وكنت كلش أخاف عليها. وأخويا دائما قاعد وحده وحاير باللعب، كان إذا يدخل للغرفة ما يطلع منها بس من يجوع، ومرات يصيح على وحدة من عندنا ويطلب أكل، وفعلا نوديه إلى للغرفة، يعني ما له علاقة باللي يجي علينا ويروح. وفي يوم جاء واحد من قرايب أمي لبغداد، هو كان عنده دراسة هنا ببغداد، شاب مرتب ونظيف ودائما ريحته طيبة، اسمه أحمد. صراحة أول ما أجا أنا كنت حاسة إنه راح يكون أكو قصة بيني وبينه، لأن هو كانت نظراته إلي مو طبيعية. والمصيبة لما كانت تجيني أختي تقول لي نفس الحكي. هو كان كلش ذكي وما كان يتصرف أي تصرف ثاني غير النظرات، يعني حتى إذا أريد أروح أحكي لأمي على مود تخليه بعد ما يجي يمنا ما كنت أعرف شنو أقولها. مرشار على وجوده ببيتنا. أنا صراحة صرت أضوج إذا أرجع من الكلية للبيت وما ألقاه، وأعرف هو اليوم يبات بغير مكان، وأنا كنت إذا هو موجود أبقى قاعدة يمه وبس أشاق وياه وألعب، لأن هو القعدة وياه ممتعة كلش. بس المشكلة علاقتي بأختي بدأت تضعف، لأنه دائما صارت تتعارك وياي وتقلل من قيمتي قدام أحمد، ودائما تطلع عيوبي وتفشلني. كنت مستغربة من تصرفاتها هاي، بس بعدين اكتشفت شيء خلاني أفهم اللي دا يصير. أختي تحب أحمد، حاولت أكثر من مرة أقعد وياها وأعرف شنو مشاعرها تجاه أحمد، بس ألقاها صعبة وما أعرف شلون أدخل لها بهذا الموضوع. واللي دمرني أكثر لما أحمد اعترف لي إنه هو يحبني ويريد يتزوجني. بالبداية أنا كلش فرحت، صح ما انطيته جواب وبقيت صافنة على كلامه وأفكر بأختي، بس بداخلي كنت فرحانة. كلام الحلو طول الوقت وغزل اللي يقول لي إياه كان مخليني ما أشوف قدامي، بالرغم إنه أكو شباب هواي قدامي بالكلية، بس هو سحرني وصرت مثل اللي داخله بقوقعة وما أشوف بس هو. أختي كان عندها دفتر تكتب بيه أشياء خاصة بيها، وفي يوم صار عندي فضول أقرأ هاي الأشياء اللي خاصة بيها وأقرأ دفترها، واللي قريته صدمني، وإحساسي بالرومانسية والحب اللي كنت أحسه اتدمر بلحظة. اكتشفت إنه أختي تحب أحمد، وهذا الشيء اللي كنت حاسة بيه بس ما متأكدة. يعني أختي لما ابتعدت عني كانت من الغيرة، وعلاقتنا اللي خربت كانت بسبب تقرب أحمد علي. طبعا كل شيء كان يصير بيني وبين أحمد ما حد كان يعرف بيه، وأي حكي نحكيه يظل بيناتنا. رحت لأختي وقلت أحكي وياه ولازم تعرف حقيقة مشاعري تجاه أحمد وحب أحمد إلي، يعني أريدها ما تبقى عايشة بحلم أو خيال ما إله وجود. ولو كان أحمد يحبها ومشاعره كانت إلها، حتى لو كنت أنا أحبه فأكيد راح أنسحب على مود أختي. فأني فكرت بهاي الطريقة وقلت أحكي وياها. انتظرت للعصر إلى أن فرغ البيت، لأن بهذا الوقت أمي تروح البيت خالتي وأخويا يلعب كالعادة، وأحمد يطلع ويلتقي ويا أصدقائه. سويت قهوة وحضرت العصرونية وصحت أختي وقلت لها تعالي يمي أريدك، وقعدنا وضحكنا وتذكرنا مواقف صارت ويانا، وحكينا على بعدها عني هالفترة. وكل ما أسألها تقول لي ماكو شيء، وهنا صار لازم أواجهها بقصة الدفتر وحبها لأحمد واحكي لها عني أنا وياه. وأول ما حكيت لها عن الدفتر صارت تبكي، قالت أنا ما كاتبة كل شيء، يعني مو كل اللي قريتيه هو صحيح، لأن أحمد هو اللي قال لي أنا أحبك وأريدك تصيرين زوجتي، وهذا الشيء اللي أنت ما قريتيه بالدفتر. أنا انصدمت من اللي قاعد تحكي دعاء. قلت لها دعاء أنت شنو قاعد تحكين؟ أنت أكيد غرتي لأن حسيت إنه أنا أحبه وهو يحبني وحكيتي هيك صح؟ هي بقت تباوع لي وانصدمت. بعدين اتذكرت لما كان أحمد يوصيني دائما إنه دير بالك أحد يعرف إنه إحنا نحب بعض، وهنا عرفت شنو السبب، لأن هو كان قال لي لأختي نفس الشيء، وعرفت إنه إحنا نضحك علينا من واحد كذاب وحقير وأناني. ولما سألتها عن اللي يواصلي له بالعلاقة قالت لي هو مرة يحكي وياي ومرة يهمني، ومرة يقول لي أحبك ومرة يقول لي إحنا ما يصير نكون سوا، وهذا نفسه بالضبط اللي كان يصير وياي. صراحة أنا دخلت بمتاهة وما عرفت شنو تاليتها، فقررت أواجهه حتى أرجع كرامتي وكرامة أختي، وأقول له إنه أنا اكتشفت لعبتك الحقيرة. وفعلا رحت للكلية واتصلت بيه وقلت له هسه تجيني، وهو فعلا اجى للكلية بذاك اليوم بسرعة، وواجهته بكل القصة. فهو بكل برود قال لي أختك اللي كانت تقول لي أنا أحبك، وإحساسي هنا أنا صار مثل اللي تريد تلطم على وجهها، لأن أختي بقت تحكي شيء وهو يحكي شيء ثاني. فهو قال لي أنا أشرح لك القصة. من شافني عصبت وقال لي قبل ما أحكي وياك أختك بقت تكتب لي إذا كنت نايم أو قاعد، والصبح تقول لي صباح الخير، وبقى الحال لحد ما جتي فد يوم وقالت لي أنا شكلي راح أحبك. وأنا قلت لها إيه ليش لا عيب ولا حرام، خلي نحب بعض ونتزوج. بس بعدين إنه أنا عرفت إن هي ما تناسبني وبقيت أكرهها بيه، بس ما قلت لها إنه أنا ما أريدك، وهاي كانت غلطتي الوحيدة. أنا كل هذا مصدومة باللي دا يحكي، لأن لا أخلاقنا ولا تربيتنا تخلينا أنا أو أختي نتصرف بهالطريقة اللي دا يحكي بيها.
بعدين عرفت انه هو دا يضحك علينا، وفهمت انه هو بس يريد يتزوج من عندنا اي وحده، والقصه مو قصه حب ابدا، وهنا صار لازم اتصرف. بس كوني انا بنيه والكبيره على اخواني وامي تسمعني من احكي، قررت اسد بابنا على كل شاب يجي علينا للبيت، وقلت لامي ممنوع تستقبلين اي احد من قرايبنا، يعني يجن نسوان يجن خالاتي ما يخالف، بس شباب ممنوع. ولمن عرفت القصه امي واللي صار ويانا انا واختي، قدرت عصبيتي وحرصي على مشاعر اختي، واختي هنا بدت تهدأ وترجع لطبيعتها، ورجعت علاقتنا زينه مثل قبل. والحاله النفسيه اللي كان مدخلها بيها احمد والكذب اللي كان مكذب علي وحب الكذب صار كله ماضي، والحمد لله هسه تخرجت ومنتظر اللي يجي ياخذني من بيت اهلي، بس المهم ما يكون اسمه احمد.